بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ كلنا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. مساء الخير، مساء الهنا، مساء السعادة، مساء الفرح، مساء كل حاجة حلوة على عيونكم يا رب، اللهم أمين. النهاردة هعمل معاكم إيه؟ النهاردة هعمل معاكم البط الدمياطي. بس طبعا قبل ما هنبدأ في الوصفة وقبل ما نعمل كل حاجة، ده غدا يوم الجمعة. غدانا ايه؟ غدا اول جمعة من شهر رجب، واول جمعة من السنة الجديدة سنة 2025. اللهم اجعلها سنة هنا وسعد وفرح علينا وعليكم جميعا يا رب، اللهم امين. يلا بينا ندخل في وصفة النهاردة. ده معايا بصلة كبيرة مفرومة، فرمها حلو في الكبة، مش مفرومة ناعم قوي، يعني جرشة شوية. ضفت عليها ملح وفلفل، كمون، معلقتين زيت، حبة زبيب، يعني حوالي كبشة زبيب، يعني لو بالمعلقة 3 معالق زبيب. قطعت عليها طبعا الكبد والقوانص بتوع البطة، بقلبهم حلوة قوي 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 مع بعض. طبعا لازم تظبطي ملحك في المرتة علشان ما تطلعش منك في النهاية حادقة. هتقولي لي بقطع الكبدة والقنصة ليه في قلب المرتة؟ بيدوا للمرتة طعم حلو وبتحبب ولادنا ان هم ياكلوها. طبعا البطة ديت عندي دي 4 كيلو ونص. طبعا انا غسلاها حلو جدا ونقعاها في محلول النقع بتاع كل واحدة فينا، يعني شلت اي حاجة فيها اي زفارة. بعد كده بدأت ان انا اصفطها طبعا من ميتها وجهزتها معايا هنا حلة سايباها لما تسخن جدا عشان ابدأ اضيف لها يعني هنقول ربع فنجان زيت، بس لسه شوية. انا بعد ما حشيت البطة، انا طبعا لازم اسيب معلقة مرتة من اللي انا بعملها، بسيبها لوحدها على جنب علشان انا بضيف ديت في الشوربة. طبعا انتوا اتعودتم وعرفتوا مني كل ده. هبدأ اضيف معايا الزيت. تقريبا انا اتأخرت في اضافة الزيت، سبت الحلة تنشف كتير وتسخن بقى. انا معايا ديت الخلة اللي هي الصغيرة، ببدأ ان انا ادككها بيها كده. طبعا عايزة تعمليها بإبرة وخيط اعمليها، ما بتفكش. بصراحة هي البطة اخدت مني وقت سوا كبير جدا، لان هي ما شاء الله كانت بطة كبيرة، فهي ملحقتناش الا على صلاة المغرب. احنا كنا صايمين، فاحنا ملحقناش يعني البطة اللي على صلاة المغرب يا دوبك. فعشان كده هتلاقي بانت في اول المقطع، في اول الفيديو المقطع بتاع ان البطة مفتوحة، هي الخلة ما استحملتش السوا، فكت. ببدأ ادككها من تحت بالخلة، وبدككها برضو من عند الزور من فوق، علشان ما تخرجش المرتة بتاعتها من فتحة الزور. لازم نخلي بالنا كويس قوي من الحاجات ديت، لان الحاجات دي بتفرق معانا في في الطبيخ. ممكن تبوظ لك الاكله كلها لو انت ما اخدتش بالك من الموضوع دوت. طبعا بعد ما بدككها حلوه قوي قوي وبتاكد منها، انا المفروض دلوقتي ان انا اضيف الزيت. والله ما انا عارفه انا اخرت نفسي لغايه الوقت ليه. المهم ببدا ان انا اغرز السكينه فيها من الجنبين. لازم السكينه تغرزها من الجنبين علشان توصلي الشوربه، وتوصلي سخونيه الشوربه، يعني الغليان توصليه للبطة من جوه، تقوم هي تستوي من جوه، والمرتة اللي جواها تستوي، والقنصة طبعا لانها بتاخد نفس سوى البطة. لازم تعملي الفتحتين دولت علشان تاخد السوا بتاعها من جوه، الوقت الاكل تبقى تبقى طرية، ما تبقاش بتشد. انا ضفت الزيت اهو، الحمد لله الزيت سخن ان انا كنت ضفته، وبدأت حطيت فصين مستكة. هو ولا الزيت بان ولا المستكة بانت. حطيت فصين المستكة وضفت معلقة ملح، عدات بها بس شوية صغيرين سخونية الزيت، وطشيت في قلبها على طول البطة. بشوحها طبعا من الجنبين، انا غطيتها وسبتها شوية، وبعد كده ابدأ اشوحها على الجنب التاني. انتوا عارفين ان انا ما ببينش الغطا في الحلة في التصوير. ابدأ بقى اضيف لها المية بتاعتها، الشوربة بتاعتها بقى اللي هتتحول شوربة بعد كده، اضيفها فيها واسيبها لازم المية تبقى مغطية البطة، او اي لحوم عموما بتعمليها، لازم المية تكون مغطياها.
علشان تاخد معاكي سوا مظبوط، وفي النهايه الشوربه تبقى حلوه. دي معلقه المرتة اللي انا قلت لكم انا بسيبها، بضيفها بزبيبها بحاجتها بضيفها فيها. بعد كده بقى لو هي عندك حد ما بيحبش يعني ان هي تبقى باينه، صفيها. انا عن نفسي بصفيها لما باجي اغرف الشوربه في النهايه، بصفي المرتة. معايا بقى الحله التانية ديتي، انا حطيت فيها شويه زيت، وحطيت فيها بصلايه وسط مفرومه، مش كبيره قوي يعني ومش صغيره قوي، يعني مش وسط قوي ومش صغيره قوي، فوق الصغيره بشويه. حطيت بصله مفرومه وسبتها لما تصفر شويه، وبعد كده ابدا اضيف عليها الصلصه. طبعا الصلصه ديت زي ما انا قايله لكم، لو انتوا شفتوا الفيديو بتاع اول يوم رجب، انا مفرزه الصلصه ديت. بجيب دايما كميه وببدا اسبكها. هعمل معاكم ان شاء الله التفريزات ديت، وهوريكم انا بعملها ازاي. دي بسله انا لسه جايباها طازه طبعا. كل عام بقى وانتم بألف خير. موسم البسله والحاجات الحلوه ديت هنعملها مع بعض ان شاء الله. انا بحب اضيف للبسله بطاطسايه، بحبها فيها. وبعد كده بزود بس شويه ميه عشان الصلصه اللي معايا تقيله، فعشان تفك بس وتاخد من تسوي معايا البسله والبطاطس والجزر، وتاخد وتدي مع بعض بشكل ودي. ضفت لها 3/4 معلقه ملح، ومعايا 1/4 معلقه شطه. ما تكتريش من الشطه وتبالغي فيها علشان ما تطلعش حادقه منك. وديتي معلقه مرقه فوريه، خلاها نص معلقه بس كفايه، لان الكميه اللي معايا دي بس طلع حادق سنه صغيره. اسيب بقى كل دوت يستووا مع بعض، وهوريكم بقى في النهايه. زي ما قلت لكم في نص الفيديو تقريبا، ان البطه فتحت من قلبها من كتر السخونيه. عملت طبعا معاها رز بالشعريه. الشوربه بتاعتها ما شاء الله كانت تقيله وجميله. رمضان شهر الخير قرب علينا ان شاء الله. بدأنا في شهر رجب الاشهر الحرم. افتكروني وادعوا لي فيه وادعوا لنفسكم فيه. وكل عام وانتم بألف خير. استودعكم الله، دمتم في رعاية الله، مع ألف سلامة. وما تنسوش تعملوا الاشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي تعليق حلو زي قلبكم. مع السلامة.